أهلا بكم حبايب قلبي، عاملين إيه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. معانا النهاردة فيديو حلو قوي. عايزين نعرف إيه سبب عدم التواصل معاكي لحد دلوقتي؟ ليه لحد دلوقتي ما كلمكيش؟ إيه السبب اللي خلاه لحد اللحظة دي ما فيش تواصل معاكي؟ ده الفيديو النهاردة. وعايزين كمان نعرف السؤال بتاعنا اللي احنا اتعودنا عليه: تتصرفي ازاي مع الراجل اللي ضامن وجودك، الراجل اللي خلاص ضمن وجودك وانت بالنسبة له حاجة محطوطة كده على جنب؟ ايه هتتصرفي معاه ازاي؟ انت ضامن وجودي، طب ايه اخرتها؟ طبعا ضمان الوجود ده حاجه صعبه، لانه هو بيعمل اللي هو عايزه، ما انت تفلقي وتحطي راسك في الحيطه. انا ضامن وجودك. تمام، دي حاجه مش حلوه خالص طبعا. المهم خلينا في الفيديو بتاعنا الاول كده، وطبعا يا ريت نردوا على بعض عشان نفيدوا بعض. تعملي ايه مع الراجل اللي ضامن وجودك؟ تتصرفي معاه ازاي؟ وايه سبب الفيديو بتاعنا؟ وايه سبب عدم التواصل لحد دلوقتي معاكي؟ يلا بينا نعرف. معانا قرايتين، معانا مجموعتين، المجموعة الأولى والمجموعة التانية. طبعا الأحجار، ومعانا كمان حروف اسم الشريك البعيد. يلا بينا. ال- الحجر الأول، الحجر الفاتح الكريمي ده، طاقته جميلة برضو، بحبه قوي برضو، طاقته حلوة. يلا بينا على الحروف اسم الشريك: س ج واو نون ق ز س ظ ض ب غ لام د ح. حروف اسم الشريك. المجموعة التانية، الحجر التاني، طاقته برضو جميلة. يلا بينا. ألف ت خ ص ك ش ف ي ه ر ط ميم زال عين. حروف المجموعة التانية. يلا بينا. أظن كده اخترته. معاكم ثواني برضو للاختيار. المجموعة الأولى، المجموعة التانية. حطيتوا طاقتكم. يلا بينا. احنا قلنا السؤال: ايه عدم التواصل ليه لحد دلوقتي؟ ايه اللي يخليه ما يتواصلش معاك لحد الوقت اللي احنا فيه دوت؟ ايه سبب عدم التواصل حتى الآن؟ طب لما انت زعلان ومتضايق قوي كده، طب ما تيجي تعالى اتكلم. وندمان، عنده طاقة ندم صعبة قوي، وبيراقبك وبيبص عليكي. عدم التواصل معاكي لحد دلوقتي، الندم. هو في طاقة ندم كبيرة قوي. هايبك، هو هايبك وخايف يجي يتكلم معاكي. وكمان عشان هو وراكي واثبت لك ان كان في عروض غيرك، او كان في ناس تانية غيرك. طبعا دي قرايات عامة، مش قراية شخصية، مش قراية خاصة. بيقول لك ان انا دمرت الدنيا، ان انا بصيت على ناس غيرك، او انا كان في حاجات خطفت عينيا. بصوا قاعد بيبص. انا لو في اسئله تانية وحاجات تانية ممكن اقول لك بيراقبك انت، بس هو هنا احنا لحد دلوقتي إيه اللي مخليه لحد دلوقتي ما يتواصلش معاكي؟ بيبص على حاجات تانية كتير. انا مش شرط ان هو بيبص على حد يعني خيانة، لا. هو مشغول بحاجة، مشغول بحاجة. خليني برضو اطلع كروت تانية، برضو هحط لكم برضو كارتين تانيين عشان اوضح اكتر واكتر. هو بيبص على حاجات تانية. وطبعا طاقة الندم طاغية قوي على القراية، ان هو طلع من بيتك وتهان، وطلع من عندك حاسس ان هو ما بقاش مبسوط. هو في الوقت الحالي كمان متدمر، مش مبسوط خالص يعني. اللي خلاه برضو ما يرجعش طاقة الندم. طاقة ندم طاغية قوي 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 قوي، لأنه هو اللي دمر الدنيا، وهو اللي مشى وبوظ الدنيا وراح بص على عروض تانية. فدلوقتي في ندم، خايف يرجع بسبب الحركة اللي هو عملها. احنا سؤالنا ما جاش ليه لحد دلوقتي؟ ايه اللي خلاه ما توصلش؟ لأنه عمل حركة خلاه ندم، خلاه ندم، وفي نفس الوقت خايف يرجع يتكلم معاكي، لأن هو كان عايش مكرم معزز في بيت ومتصان، وهو اللي خرج نفسه بنفسه، هو اللي دمر نفسه، لانه راح بص على حاجات تانية. فطاقة الندم بقت غالبة قوي على القراية قدام مني. طبعا هنا برضو بيكلمك وبيقولك: نفسي اللي فات ده يروح بقى خلاص وننساه، والموتة اللي احنا كنا ميتينها، والحياة اللي عشناها الفترة اللي فاتت تروح، ونفسي اطلع للنور، ونفسي اشم الدنيا معاكي، ونفسي اشم الهوا معاكي، ونفسي اعيش تاني معاكي. برج الاسد برضو طلع لنا، بيقول لك: بحاول اتوازن
علشان انا كنت مدمر الدنيا ورحت بصيت على حاجات، وحاجات تانية خدتني منك. على فكرة ارجع تاني واقول مش شرط انه يكون طرف تالت، ولا شرط يكون اللي في دماغكم واحدة يعني، لا، ممكن يكون انشغل شغل كتير او انشغل عنك واهملك شوية وبعد كده ندم. تمام. خلينا برضو احنا بنقولوا سيناريوهات كتير، في 100 سيناريو على فكرة، مش شرط يعني يبقى في سيناريو واحد. طبعا نرجع هنا برضو تاني، طاقة الندم وطاقة الوحدة وطاقة العزلة موجودة. هو في الوقت الحالي عنده عزلة، عنده ندم، يعني مش مبسوط. يعني هو كارت الندم كمان طلع لي زي ما قلت لكم برضو. بس هو بيقول لك انت حد طيب وانت هتغفري، انت حد طيب وهتغفري. فهو نفسه يرجع ونفسه معاكي في تاني، في دنيا جديدة وحياة جديدة، وان المية تحلو وترجعوا تشربوا منها ما تبقاش مالحة كده. هو بيقول لك انا خلاص، يعني انا كفاية بقى، كفاية بعد وكفاية، انا دمرت الدنيا. انا وعدتكم برضو هحط لكم كارتين تانيين برضو كده. تعالوا برضو نوسع الطاقة اكتر من كده. بصي، هو بيقول لك انا كنت شخص تعبك نفسيا كتير، انا دمرت لك اعصابك كتير، انا اللي بوظت الدنيا. الكروت دلوقتي وضحت لي اكتر واكتر، بيقول لك انا اللي بوظت الدنيا، انا كنت شطون شويه، في حاجه زغللت عينيا. يبقى هنا معلش الكارت ده كمل لي الكارت ده. انا اسفه برضو ان القرايه خدت شكلها الاساسي. الكارت ده كمل الكارت ده. انا رحت بصيت على حاجات اغرتني شويه، حاجه اغرتني شويه، مش عايزه اوضحها طبعا، يعني انتوا اكيد فاهميني. علاقه تانية مثلا اغرتني شويه، وللاسف رحت دمرت نفسي ودمرت الدنيا. وبعد كده جاي راجع لك ندمان وراجع لك مهزوم. بقول لك انا اللي كنت بعمل المشاكل، علشان كده ندمان. انا اللي كنت بعمل المشاكل، انا اللي كنت بخرب الدنيا، انا اللي كل يوم والتاني مشكله، علشان كده انا ندمان، عشان كده انا ندمان. يبقى هو سؤالنا ايه سبب التواصل وايه عدم، ايه سبب عدم التواصل؟ عدم التواصل ان هو حاسس ان هو اللي خرب العلاقه، اللي دمر العلاقه، اللي بهدل العلاقه، اللي هو عمل نزوات. ده كمان مش نزوه واحده، يعني ده كان في نزوات انا اللي عملتها، وانا اللي خربت البيت. ده كده بيت اتخرب على فكره، ده كده، لانه بص ساب البيت وطلع سابه خلاص، فهو البيت اتخرب. البيت اللي كان جامعه، او مش شرط بيت على فكره ان احنا نكونوا موجودين متجوزين، الحياه نفسها، حياتنا اللي معموله كده علينا بستر، ده نفسها بيت، ده نفسه احتواء. فهو ما رجعش ليه؟ ما رجعش بسبب ان هو ندمان علشان بوظ العلاقه بنفسه. خايف يتواصل، لان هو اللي مدمر الدنيا، هو اللي خربها، هو اللي كان كل شويه عامل مشاكل، هو اللي كل شويه هتخليكي تسيبيه من كتر تعبك النفسي منه، هو اللي كان شيطان في العلاقه، كان صعب في العلاقه. طاقته كانت صعبه معاكي، كانت صعبه معاكي جدا. فعلشان كده هو خايف يرجع يتواصل ومش عارف يرجع يتواصل معاكي. دي القرايه، واللي حابب طبعا قرايه خاصه لحالته يتواصل معايا من داخل مصر على 015 546 0065، من داخل مصر، ومن خارج مصر على 00201 554 660065. لان هبقى طاقته بتفاصيلها يعني، ونعرفه هو بيعمل ايه وايه اللي بيخفيه كمان. ودي اصحاب القرايه الاولى، المجموعه الاولى. يلا بينا على المجموعه الثانيه، اصحاب المجموعه الثانيه. اصحاب المجموعه الثانيه اللي اختاروا اصحاب المجموعه الثانيه اللي اختاروا الحجر ده والحروف دي بتاعت الشريك طبعا. يلا بينا اصحاب المجموعه الثانيه. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه سبب عدم التواصل معاكي حتى الان؟ اصحاب المجموعه الثانيه. وعايزين سؤالنا زي ما قلنا، تتصرفي ازاي مع الراجل اللي ضامن وجودك؟ تعملي معاه ايه؟ اصحاب المجموعه التانية، لحد دلوقتي ما بيتكلمكيش ليه؟ او لحد دلوقتي ما رجعش ليه؟ برضو هنا علشان ضامن وجودك، وبرضو خايف منك جدا، برضو خايف منك، برضو نفس الفكره. المجموعه الاولى، برج الاسد طلع علينا قبل اي حاجه، قبل ما نبدا. بصوا، خايف منك انت طبعا، هو مبوظ الدنيا جامد. بيقول لك، هو بيعترف لنا على فكره في القرايه هنا، في اعتراف كبير برضو. بيقول لك انا خايف منك لان انا اللي دمرت الدنيا، وندمان، انا ندمان ما بنامش الليل من كتر الخيبه اللي انا عملتها ومن كتر اللي انا عملته. طبعا ده كارت واضح وصريح، بيقول لك انا عايز ارجع اديكي حقك، وماسك الميزان، والناس اللي لها اوراق حكوميه باذن الله هتخلص. بيقول لك عايز ارجع اديكي حقك، وعايز ارجع اراضيكي. طبعا ده الكارت ده مش هيطلع من فراغ، مش هيطلع غير لما يبقى بني ادم بوظ الدنيا، وعلشان كده خايف انه يتواصل معاكي. يعني كارت الحق اللي عايز ارجع اديكي حق، اسمه العدل، كارت العدل. كارت العدل ليه؟
ليه؟ انت جاي بتقول لي كلمه العدل ليه؟ يبقى انت ظلمتني، يبقى انت ظلمتني وخايف. ده انت من كتر خوفك، من كتر خوفك ما بتنامش بالليل، من كتر خوفك قلقان، من كتر خوفك متوتر. ده انت من كتر خوفك مني خايف تيجي تتكلم معايا، من كتر خوفك مني عايز تطبطب عليا وتاخدني بحنيه كده وتراضيني. فهو خايف منك. ايه السؤال اجابته بالظبط؟ ايه سبب عدم التواصل حتى الان؟ خيانته، مش هنقول بقى خيانته، خوفه منك، خوفه منك. طبعا كل واحده ليها قصتها وهي ادرى هو عامل ايه، عشان كده هو خاف، وعشان كده عايز يديكي حقك. يعني كل واحده بتسمعني هو عمل معاكي ايه، شوف انت بقى، عشان اللي عمله ده في الاخر رد السؤال ورد اجابتي، خايف منك وعايز يديكي حقك. ادي عدم التواصل لانه خايف منك وما بينامش وعايز يديكي حقك. طبعا اكيد مبوظ الدنيا بحاجه معينه، دي اكيد واضحه يعني. بس برضه هو بيذكرك بالطيبه، بيذكرك بالطيبه، ام صاحبته واخته. بيقول لها فيكي شعر الصراحه يعني. بيقول برضه فيكي هنا انت ست جميله قوي، وست انت اللي قاعده ومسيطره وانت اللي متربعه في قلبه. بصي القعده هنا قاعده وهنا قاعده، انت متربعه في قلبه، انت موجوده. بيقول لك برضه انا عايز برغم ان انا ما اتواصلتش، لا انا نفسي اتواصل. ده كارت مكالمة تليفون، كارت عطاء، كارت هدية، كارت تواصل. بيقول لك أنا نفسي أرجع أتواصل معاكي. هنا برضو نفس الكلام، بيقول لك لا أنا نفسي أقعد قدامك وتسمعيني، وتسمعيني ونقفله مقص الشر، وتسمعيني ونهدوا كده على بعض. برضو هنا الكارت برضو الهدية والعطاء، الشبكة للناس اللي في بينهم ترسيم، الناس اللي في بينهم إن شاء الله خطوة إيجابية. برضو كارت الهدايا وكارت المكالمات كمان. فهو كارت حلو يعني مليء طاقة إيجابية. فلا هو ما بيتواصلش بسبب إنه خايف عشان بوظ الدنيا وعايز يديكي حقك، بس هو عايز يرجع يتواصل. يعني الإجابة في اتنين في واحد، عايز يرجع يتواصل وعايز يرجع يكلمك تاني. هو مش مستغني على فكرة عنك وبيحبك. وتعملي ايه مع الراجل اللي ضامن وجودك؟ طبعا ده كان سؤالنا النهارده. ويلا بينا كده احنا خلصنا سوري قرايتنا. واللي حابب قرايه خاصه يتواصل معايا على 015 5 466 0065 من داخل مصر، ومن خارج مصر على 00201556660065 لحجز القراءات الخاصه المدفوعه طبعا. ومعانا برج الميزان، معانا برج القوس، معانا برج الاسد، معانا برج العذراء، معانا برج الميزان. ف ربنا يا رب يسعد اوقاتكم. وطبعا ما تنسوش لو القرايه عجبتكم في تعليقكم الحلو، كومنت حلو كده، ودوس على الجرس عشان يوصلك كل جديد. وطبعا اعمل مشاركه للقناه عشان برضه يوصلك كل جديد معايا وتعلى بيكوا كده. واشوفكم على خير.